السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، أبطال 5 ابتدائي في كل مكان في مصر. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ عامل إيه يا قلبي؟ عامل إيه يا روح قلبي؟ طب يا حبايب قلبي، أول درس عندنا في المنهج كده وهو موقع مصر الفلكي. طب يا مستر هنتكلم على المنهج كده على طول. شوف يا عم، مادة الدراسات دي مادة جميلة جدا، ولو كانت صعبة فدي شغلتنا بقى احنا هنا عشان نخليها إيه؟ علشان نخليها سهلة وجميلة بإذن الله وتقفل في الامتحان بإذن الله. أنت كل اللي مطلوب منك بس هو إنك تركز معايا شوية. شويتين ثلاثة يعني، ركز معايا اكتر يا عم. طيب اول درس عندي موقع مصر الفلكي. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ خلينا نشرح العنوان. موقع مصر يعني مكان مصر هي فين. طيب حلو قوي، عرفنا ان موقع مصر يعني مكان مصر. طب ايه بقى موقع مصر الفلكي؟ الفلكي يا حبيبي يعني موقع مصر على الخريطة. ما انا عندي يا مستر في الدراسات لما حد يسألني عن مكان حاجة عندي طريقتين اوصف له بيهم. اول طريقة الموقع الجغرافي، هو ان انا بس اقول له ايه هي الحاجات اللي جنب المكان. يعني المكان مثلا جنبيه بحر، جنبيه صحراء، جنبيه دولة تانية، او الاسماء الحاجات دي، ده اسمه موقع جغرافي. لكن بقى الموقع الفلكي هو ان انا اجيب الخريطة تمام واقول له موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني المكان ده جنبيه من هنا خط رقم 5 وجنبيه من هنا خط رقم 10، من هنا دايره رقم 20 ومن هنا دايره رقم 30. اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ ده اسمه الموقع الفلكي. طب يلا بينا نجيب الخريطة. يلا بينا بقى يا بطل نجيب الخريطة ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. فانت بقى يا حبيب قلبي اول ما تفتح الخريطة هتلاقي فيها يا عم خطوط عاملة كده وخطوط عاملة كده، هتحسها عاملة زي الشبكة شوية. او شفت شبكة الصياد كده، او الشبكة اللي بتبقى في الجون في الملاعب؟ دي الشبكة اللي انت هتشوفها على الخريطة، هتلاقيها عاملة كده. طيب دي انا بسميها ايه؟ شبكة صياد؟ قول معايا بسميها ايه؟ شبكة صياد؟ لا، انا بسميها شبكة الاحداثيات. ايوه، شبكة الاحداثيات. يبقى انت حضرتك اول ما تشوف الشبكة دي كده دي اسمها ايه يا عمنا؟ شبكة الاحداثيات. طيب يا مستر لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي ما المقصود بشبكة الاحداثيات؟ هقول لك يا حبيب قلبي اكتب اللي انت شفته. انت شفت ايه؟ هتقول لي شفت شبكة. ايوه، الشبكة دي عبارة عن ايه؟ خطوط ودوائر. يبقى اقول له شبكة الاحداثيات هي عبارة عن خطوط الطول، ايوه، ودوائر العرض. واحد يقول لي يا مستر احنا شفنا خطوط، لكن ايه الدوائر دي ما شفناهاش؟ هقول لك يا ولا، هي الحاجات دي اصلا مرسومه على ايه؟ على خريطه العالم، الكره الارضيه. والكره الارضيه دي عامله ازاي؟ كوره مدوره، فالدايره بتبقى لفه حوالين الكوره، عشان كده بسميها دايره. بس انت مش شايفها تمام؟ الدايره اللي هي دي دايره عرض اهي، دي بتكون لفه حوالين الكره الارضيه وجايه من الناحيه الثانيه، بس انت مش شايفها عشان الخريطه ايه؟ مسطحه قدامك. اتفقنا كده؟ اتفقنا. يبقى اول حاجه عندنا يا عمنا شبكه الاحداثيات، عباره عن ايه؟ خطوط الطول ودوائر العرض. طيب انت دلوقتي هتسالني سؤال انا عارف انت هتساله. العلماء يا مستر رسموا الكلام ده ليه؟ يعني ليه عملوا الشبكه دي والحاجات دي؟ ما احنا عايزين نفهم برضو. انا هفهمك الموضوع ببساطه، اديني دقيقه اشرح لك الموضوع باختصار. شوف يا عم، العلماء جابوا خريطه العالم وقاموا زي ما انت شايف كده رسموا عليها خطوط عامله كده. بص انا هعلمك على خط اهو، بص رسموا خطوط عامله كده، وكمان رسموا دواير عامله كده. اتفقنا؟ وقعدوا يعملوا خطوط ودوائر زي ما انت شايف كده يا عم. طب انتوا عملتوا كده ليه يا علماء؟ قال لك علشان نقدر نحدد مكان اي حاجه على سطح الارض ببساطه جدا. عايزين نطلع اي مكان على الخريطه نقدر نطلعه بسهوله. فانت هتسالني برضو سؤال تاني وتقول لي هنطلعه بسهوله ازاي يا مستر؟ يا عم انا قلت لك هفهمك بقى اطلعك بسهوله ازاي. بص معايا كده يا حبيب قلبي. دلوقتي لو بصيت على كل خط طول هتلاقي فوقيه كده رقم او درجه زي ما بنقول رقم، تمام؟ كل خط هتلاقي عليه ايه؟ رقم. بس خلي بالك دي مش كل خطوط طول ودوائر العرض، لا دي عدد بسيط، هم كتير جدا. اتفقنا؟ وكل دائره عرض هتلاقي ليها ايه؟ ليها رقم زي ما انت شايف كده. طيب انا قابلت واحد صاحبي عالم جغرافي، قلت له انت البيت بتاعك فين او انت ساكن في اي بلد؟ قال لي انا مش هقول لك انا ساكن في اي بلد، انا هخليك تطلع البيت بتاعي على الخريطه. قلت له ازاي؟ قال لي بص يا مستر، انا المكان اللي انا ساكن فيه موجود بين خطي طول، ركز معايا، موجود بين خطي طول 90 و120، موجود بين خطي طول 90 و120. قلت له يا عم الارقام دي؟ قال لي استنى بس، وكمان موجود بين دائرتي عرض 30 و45. 30 و45. هو اداني الارقام دي وسابني ومشي، وسابني انا بقى ادور واطلع البيت بتاعه.
انا طبعا رحت جبت الخريطه وقعدت ادور على اللي هو قال لي عليه. هو قال لي انا ساكن عن خطي 90 و120. ثانيه واحده بقى كده نشوف. هو قال لي عند 90 وايه و120. ثواني، فين 90 اهو. خلينا نحدد على 90 كده الاول. ادي 90. فين 120 اهو اللي جنبيه. ادي 120. احنا لسه مش عارفين البيت بتاعه فين، بس احنا هنحاول نطلعه. وقال لي كمان عندي ايه 45 دائره عرض 45 ودائره عرض 60. خليكم بقى معايا كده اما نشوف. بعد ما رسمت خطوط الطول اللي هو قال لي عليها ودوائر العرض اللي هو قال لي عليها، ركزوا معايا كده ايه اللي حصل. لقيتهم هما الاثنين رسموا لي مربع هنا كده، تقابلوا مع بعض وعملوا لي مربع هنا كده. المربع ده هو بيت صديقي. هو بيت ايه؟ صديقي او بيت صاحبي العالم الجغرافي اللي قال لي انا هديك ارقام تقدر تطلع من خلالها. فاحنا بقى يا حبايبي تمام نقدر نعرف احداثيات اي مكان بيقع بين دائره عرض كام وكام، خط طول كام وكام، ونطلعه بسهوله على الخريطه زي ما انا عملت كده. هتحدد بس الخطوط والدوائر وتطلعه يا عم. او ممكن يبقوا هما الاثنين مثلا بيلتقوا عند نقطه واحده، يعني خط طول بيلتقي مع دائره عرض عند نقطه رقم كذا. بس يا عم بكل بساطه هو ده الموضوع. بس ده مش هيجي لك في الامتحان، ده مش جاي في الامتحان، ده بس انا بفهمك عشان بس الاسئله بتاعتك اللي انت كل شويه تسالها والكلام ده. فاهمني انت؟ نرجع بقى تاني للموضوع. انا كده عرفتك ازاي بيطلعوا اي مكان من خلال شبكه الاحداثيات دي. فانت هنا برضو هتسالني سؤال، طب وهي يا مستر شبكه الاحداثيات دي مهمه قوي 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 يعني علشان خاطر يرسموها على الخريطه ويجيبوها لنا ندرسها؟ هقول لك ايوه يا عم مهمه. بص كده، بما تفسر اهميه شبكه الاحداثيات. هي مهمه في ايه يا مستر؟ مهمه حبيب قلبي لانها بتساعدنا بتساعدنا في السفر. لما نيجي نسافر اي مكان فنبقى عايزين نعرف المكان ده فين بالظبط، فبتساعدنا في الايه؟ في السفر. وكمان اكتشاف الاماكن، يبقى تساعدنا في السفر واكتشاف الاماكن. كما نستطيع من خلالها، من خلال شبكه الاحداثيات دي، ان نحدد موقع مصر على خريطه العالم. نقدر بسهوله جدا نطلع موقع مصر على خريطه العالم من خلال شبكه الاحداثيات دي. من خلال ايه؟ شبكه الاحداثيات. يبقى انت لو حد سالك وقال لك بما تفسر اهميه شبكه الاحداثيات، رد عليه بسرعه وقول له ايه؟ قول له تساعدنا في السفر. قول معايا، قول معايا، تركز يا عم. تساعدنا في ايه؟ في السفر. وايه كمان؟ واكتشاف الاماكن، ونستطيع من خلالها ان نحدد موقع مصر على خريطه العالم. على ايه؟ خريطه العالم. اتفقنا؟ طيب وادي قدامي شبكه الاحداثيات زي ما احنا قلنا عليها اهوت يا اولاد. طيب تاني كده لو انت فاكر معايا، هي الشبكه دي عباره عن ايه؟ او ما المقصود بيها؟ قول له هي عباره عن خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر الايه؟ ودوائر العرض. بس كده. يبقى انا عندي حاجتين هدرسهم النهارده، خطوط طول ودوائر عرض. طيب ممكن نحل سؤالين بسرعه؟ تحل معايا؟ تحل معايا برضو؟ تحلوا معايا انتوا الاثنين؟ طب يلا حلوا معايا كده. بص يا عم هنا بيقول لي اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا، صح وغلط يعني. يلا بينا. تتكون شبكه الاحداثيات من نوعين من الخطوط. خطوط الطول ودوائر العرض. اوكي يلا بينا. تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في الاتجاه، شبه بعض في نفس الاتجاه. يعني خطوط الطول في الاتجاه ده ودوائر العرض برضه في الاتجاه ده. اقول لك لا غلط طبعا، مختلفين عن بعض في الاتجاه. ما المقصود بشبكه الاحداثيات؟ قول معايا، ما المقصود بشبكه الاحداثيات؟ هي عباره عن خطوط الطول ودوائر العرض. شكرا. بما تفسر اهميه شبكه الاحداثيات على الخريطه. اهميتها ايه على الخريطه؟ رد عليا انت كنت شاطر وحافظها كويس جدا. اهميه شبكه الاحداثيات ايه؟ ببساطه يا عم اهميه شبكه الاحداثيات تساعدنا في السفر، اكتشاف الاماكن، تحديد موقع مصر على خريطه العالم. تحديد موقع مصر على ايه؟ على خريطه العالم. طيب يلا بينا نكمل. انت قلت لنا يا مستر شبكه الاحداثيات دي عباره عن خطوط طول ودوائر عرض. اتفقنا؟ تعالى بقى نمسك كل حاجه لوحدها كده. نمسك خطوط الطول ودوائر العرض. نبدا بخطوط الطول. انت عباره عن ايه يا خطوط الطول؟ قالت لي يا مستر ما انا قايل لك مره، انا مجرد خطوط رسمها العلماء على خريطه العالم. طيب بس انا عايز اعرفك كويس واتعرف عليك كويس. قالت لي بص يا مستر، العلماء جابوا المجسم بتاع الكره الارضيه، اللي دي الكره الارضيه قدامنا او خريطه العالم قدامنا، تمام، ورسموني عليها زي ما انت شايف كده اهو.
انا كده يا مستر وده شكلي، ده شكلي بالظبط، ده شكل خطوط الطول اهو، دي خطوط الطول يا مستر. طيب تمام، كويس جدا 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 جدا. قالوا لي بقى بص يا مستر، عايز تعرف تعريف خطوط الطول؟ بص على الشكل وانت هتفهم. احنا شكلنا بيبقى عامل كده، شكلكم عامل كده، بيبقى عامل كده، خطوط الطول بتبقى مرسومه كده. يعني احنا عباره يا مستر عن نص دايره. عباره عن ايه؟ نص دايره. يبقى انت لو حد سالك ايه هي خطوط الطول، قول له هي انصاف دوائر. بص كده، انصاف دوائر رأسية. انصاف دوائر رأسية لاننا بنبقى واقفين كده يا مستر، واقفين لفوق كده مش نايمين. انصاف دوائر رأسية. يبقى احفظ من الشكل ببساطة انصاف دوائر رأسية. حلو، كمل بقى كده. بص يا مستر، احنا بنوصل الحتة اللي فوق دي من الكرة الأرضية بالحتة اللي تحت دي. ايه الحتة اللي فوق دي وايه الحتة اللي تحت دي؟ الحتة اللي فوق دي يا مستر من الكرة الأرضية اسمها القطب الشمالي. الحتة اللي تحت اسمها القطب الجنوبي. احنا بقى بنوصلهم الاثنين ببعض. يلا وصل معايا اهو، وصل معايا وصل معايا وصل معايا، بنوصلهم الاثنين ايه؟ ببعض. طب تيجي نكمل التعريف. بص بص بص، انصاف دوائر رأسية تصل بين القطبين. القطبين، القطب اللي فوق والقطب اللي تحت. القطب اللي فوق اسمه ايه؟ القطب الشمالي. طب اللي تحت؟ القطب الجنوبي. يبقى تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. يبقى لو سالتك هنا يا عمنا قلت لك ما المقصود بخطوط الطول، ترد عليها وتقول لي انصاف دوائر رأسية تصل بين القطب الشمالي والقطب الايه؟ والقطب الجنوبي. سهله. طيب حلو قوي. نتعرف اكتر على خطوط الطول. انا عندي كام خط طول مرسوم على الخريطه؟ عندي 360 خط طول. 360 خط. كام؟ 360. حلو قوي. ال 360 خط دول فيهم خط واحد بس هو الزعيم بتاعهم، هو الكبير بتاعهم كده. الخط ده بقى اسمه ايه يا عمنا؟ اسمه خط جرينتش. ركز في الكلمه دي، اسمه خط ايه؟ خط جرينتش. يبقى الخط الرئيسي والزعيم بتاع كل الخطوط اسمه خط جرينتش. لو بصيت هنا كده، نمسح بس الحاجات دي. لو بصيت لهنا كده هتلاقي الخطوط اهي، وفي خط واحد بس هو اللي موجود في النص بالظبط كده، بيقسم الكره الارضيه نصين، اسمه خط جرينتش. خط ايه؟ جرينتش. اسمه كده ليه يا مستر؟ العلماء اللي اكتشفوا ورسموا الخط ده يا حبيبي كانوا قاعدين في الوقت ده في مدينه اسمها جرينتش. اتفقنا؟ حلو قوي. يبقى ده خط ايه؟ خط جرينتش. طيب الخط ده ليه رقم يا مستر زي اصحابه؟ مش انت قلت لي كل خط ليه رقم او درجه؟ طب الخط جرينتش ده الرقم بتاعه كام او درجته كام؟ هقول له درجته زي درجه حضرتك كده بالظبط، صفر. تمام كده؟ يبقى خط الطول الرئيسي جرينتش درجته صفر. درجته ايه؟ درجته صفر، يعني الرقم بتاعه صفر. خلاص. طيب يا مستر، هي خطوط الطول دي مهمه؟ يعني مهمه قوي خطوط الطول دي عشان ندرسها؟ مهمه. طب هي اهميتها ايه؟ تعال نمسك واحده واحده. هي اولا ليها اهميتين، يعني مهمه في حاجتين. مهمه في ايه؟ في حاجتين. اول حاجه يا عم انها بتساعدنا في تحديد المواقع على سطح الارض شرقا وغربا. شرقا وغربا. مش فاهم؟ ثانيه واحده اجيب الخريطه وافهمك. ادي يا عمنا خطوط الطول، حلوه قوي مرسومه قدامي. تيجي نطلع خط جرينتش. خط جرينتش فين؟ ابو صفر. ابو صفر اهو. يلا نرسم ابو صفر. تعالى 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 تعالى. ادي خط جرينتش بيقسم الكره الارضيه نصين. ادي نص وادي نص يا عم. النص ده اسمه ايه؟ اسمه نص او النص الشرقي، لانه في اتجاه الشرق، في اتجاه الايه؟ الشرق. طب والنص ده اسمه الايه؟ النص الغربي، في اتجاه الايه؟ الغرب. خلاص كده؟ خلاص. يبقى الخط ده بيقسم الكره الارضيه نصين، نص شرقي ونص ايه؟ ونص غربي. تمام يا عمنا؟ تمام. خطوط الطول بقى من اهميتها اننا بتساعدنا اننا نطلع اي مكان او نحدد اي مكان، بس لو كان موجود في الشرق او في الايه؟ او في الغرب. اي مكان شرقا او غربا نقدر نطلعه بسهوله من خلال خطوط الايه؟ من خلال خطوط الطول. وكمان يا حبيبنا من اهميه خطوط الطول وهي معرفه فروق التوقيت بين الدول. هتقول لي يعني ايه معرفه فروق التوقيت بين الدول دي؟ يعني ايه يا مستر؟ يا عم التوقيت اللي هو الوقت، الساعه. طب ايه فروق التوقيت دي بين الدول؟ يعني ايه؟ شوف يا حبيب قلبي، كل دوله والتانيه مش شبه بعض في الوقت او في الساعه. في دول شبه بعض في التوقيت لكن في دول تانيه مختلفه. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك مثلا
الساعه دلوقتي مثلا عندنا في مصر وليكن مثلا 2 بالليل او 2 صباحا يا عم. الساعه دلوقتي عندنا في مصر 2 صباحا. تمام. في نفس الوقت اللي انا فيه دلوقتي بسجل ممكن تلاقي الساعه تمام في السعوديه 3، تلاقي الساعه في السعوديه 3 صباحا مش 2 صباحا. اتفقنا؟ تيجي مثلا تروح روسيا تلاقي الساعه عندهم دلوقتي مثلا ايه 3 العصر. تيجي مثلا تروح امريكا تلاقي دلوقتي المغرب بيأذن عندهم. تيجي مثلا تروح الصين تلاقي دلوقتي مثلا الساعه عندهم 12 الظهر. فالوقت مختلف بين الايه؟ بين الدول. مين بقى يا عم اللي بيساعدنا في معرفه فروق التوقيت بين الدول؟ اللي بيساعدنا في كده خطوط الطول. هتقول لي عرفت ازاي يا مستر؟ هقول لك ببساطه يا حبيب قلبي، لان بين كل خط وخط 4 دقائق. بين كل خط وخط 4 دقائق فرق توقيت. بين كل خط وخط 4 دقائق. خلينا اجيب الخريطه وافهمك. دي يا عم الخريطه ورايا اهي تمام، بس خد بالك برضو قبل ما اشرح لك، الخريطه دي مش مرسوم عليها كل خطوط الطول. احنا اتفقنا ان خطوط الطول كام خط؟ 360 خط. اللي قدامنا دول لو عديتهم مش هتلاقيهم 360 ولا حاجه يعني، فاهم انت؟ فهم مش راسمينهم كلهم. تعالى افهمك موضوع التوقيت ده بيبقى عامل ازاي. شوف يا حبيب قلبي، الخط ده مثلا الساعه دلوقتي عنده 12 صباحا. اتفقنا؟ الخط ده الساعه عنده 12 مثلا ايه صباحا. فانا كده يعني ايه الساعه عنده؟ يعني الدول اللي جنب الخط ده بالظبط كده يا حبيبي الساعه فيها 12. الدول اللي جنب الخط الساعه فيها 12. اتفقنا؟ طيب بص كده كل ما تمشي خط في الاتجاه ده كده، يعني مشينا مثلا هنا كده كمان خط، الساعه بقت كام؟ بقت 12 و4 دقائق. الساعه بقت كام؟ 12 و4 دقائق. علشان ايه؟ احنا عدينا خط. طب نعدي كمان خط الساعه تبقى كام؟ قول بقى معايا. 12 و8 دقائق. طب نعدي كمان خط الساعه تبقى كام؟ 12 و12 دقيقه. وكل ما تعدي يا بطل بيزيد 4 دقائق. ده لو انت ماشي كده. طب لو انت ماشي كده هينقص 4 دقائق. اتفقنا؟ يبقى فرق التوقيت بين كل خط وخط 4 دقائق. فرق التوقيت بين كل خط وخط ايه؟ 4 دقائق. يبقى احنا كده عرفنا اهميه خطوط الطول. يلا بقى نقولهم تاني كده. اول حاجه تحديد المواقع على سطح الارض، بس ايه؟ شرقا وغربا. تمام؟ تاني حاجه معرفه فروق التوقيت بين الدول. وخد بالك كمان من حاجه، ان مصر بلدنا حبيبتنا دي موجوده في الجزء الشرقي من الكره الارضيه. مش احنا اتفقنا ان خط جرينتش بيقسم الكره الارضيه نصين؟ مصر بقى موجوده في النص ده ولا النص ده؟ هقول لك موجوده في النص الشرقي هنا كده، في النص الشرقي. يبقى تقع مصر في النصف الشرقي للكره الايه؟ للكره الارضيه. وخد بالك كمان يا عم من الحقائق الفلكيه، في حاجه كمان احنا اتفقنا خلاص، ان يوجد فرق زمني يبلغ 4 دقائق بين كل خط طول والخط الذي يليه. بين كل خط والخط اللي بعده في فرق ايه؟ 4 دقائق. اتفقنا. في حته كمان بقى عايزك تخلي بالك منها. هنا بيقول لي ايه؟ تدور الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه من الغرب للشرق. الارض بتلف. الارض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها دي يا مستر، يا عم الارض بتاعتنا مالها؟ بتلف حوالين نفسها. يعني بتلف وتدور حوالين نفسها كده. اتفقنا؟ مره يعني بتلف لفه كامله كل 24 ساعه. خلال 24 ساعه يا مستر الارض بتكون لفت ودارت حوالين نفسها لفه كامله. صح كده؟ صح كده. حلو قوي الكلام ده. طيب هو ده ايه علاقته بدرسنا؟ تيجي نشوف كده. او ايه اللي بيحصل لما الارض بتدور حوالين نفسها مره كل 24 ساعه؟ قال لك يؤدي ذلك الى، افتكر بقى احنا قلنا سؤال ما النتائج المترتبه على بتبدا اجابته بادى ذلك الى. تمام؟ حلو. يؤدي ذلك الى شروق الشمس على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. لا معلش بقى كده، احنا بقى ايه عايزين نفهم بقى الكلام ده كله. بص يا بطل معايا كده يا بطل، بص لي على الرسمه دي كده. دي ايه؟ دي الارض اللي احنا بنعيش عليها، الكره الارضيه. دي ايه؟ دي الشمس اللي بتنور لنا بتدينا نور وحراره. اتفقنا؟ دي الشمس دي الارض. حلو قوي. بص كده يا عم، الشمس في مكانها ثابت اهو زي ما هي. الشمس ثابته ما بتلفش، موجوده في مكانها. مين اللي بتلف؟ اللي بتلف الارض. اتفقنا؟ بص كده معايا كده، الارض مقسومه نصين اهو، خط جرينتش. اوكي؟ بص كده يا بطل معايا، الجزء ده لو ركزت فيه هتلاقيه منور.
هتلاقي الدنيا فيه نهار، والجزء ده لو ركزت فيه هتلاقي الدنيا فيه ليل، يبقى هنا نهار وهنا ليل. اتفقنا؟ لو ركزت اكتر بقى، لو ركزت اكتر هتفهم ان الجزء لما الارض تلف، الجزء اللي كان فيه نهار ده اهو هيبقى هو هنا وهيبقى فيه ليل، والجزء اللي كان فيه ليل هيجي هنا وهيبقى فيه نهار. طبعا ده مش موضوعنا، بس انا لسه جاي لك للحته بتاعتنا، سيبك من ده كله، الحته بقى بتاعتنا اللي انا عايز افهمها لك. بص يا عمنا، الشمس ثابته، الارض بتلف، خد بالك المكان اللي دايما الشمس بتوجه اشعتها عليه هو النص ده، صح؟ لو بصيت وركزت كده هتلاقي النص ده اهو من الارض هو اللي دايما الشمس موجوده فيه وثابته فيه. فاحنا دايما كل يوم بنلاقي الشمس بتشرق من الشرق. حد صحي في يوم لقى الشمس بتشرق من الغرب؟ لا، كل يوم بنلاقي الشمس طالعه لنا من الشرق، فالارض تلف 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 ونلاقي الشمس كده عماله تمشي من فوقينا وفاكرين ان الشمس هي اللي بتمشي. لا، الشمس ثابته، الارض هي اللي بتلف. اتفقنا؟ والارض تلف 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 لحد ما الدنيا تبقى ليل، والصبح نلاقيها برضو طالعه من نفس الايه؟ من نفس المكان. يبقى اذا يا حبايب قلبي ركزوا بقى معايا كده، لما الارض بتدور حوالين نفسها مره كل 24 ساعه من الغرب للشرق، الارض بتدور ايه؟ من الغرب للشرق، من الغرب للشرق. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى شروق الشمس على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. الشمس بتطلع الاول على المناطق الشرقيه قبل مين؟ اهي المناطق الشرقيه اهي قبل المناطق الغربيه. يبقى لو جالك سؤال ما النتائج دوران الارض حول نفسها، ايه اللي حصل؟ قول له ادى ذلك الى شروق الشمس على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. قبل المناطق الايه؟ قبل المناطق الغربيه. احنا كده حبيب قلبي الجزء بتاع النهارده خلص. تعالى بقى هنحل السؤالين دول بس، سؤالين صغيرين مع بعض. اول سؤال بيقول لي تقع مصر في النصف الشرقي للكره الارضيه. يلا عايز اشوفك كده فاكر ولا مش فاكر. ها، تقع مصر في النصف الشرقي للكره الارضيه ولا النصف الغربي؟ صح ولا غلط؟ النصف الشرقي صح، جدع، برافو. طيب اللي بعده، تدور الارض حول نفسها مره كل عام، يعني كل سنه الارض بتلف حول نفسها مره. الكلام ده ايه؟ مظبوط؟ لا مش مظبوط طبعا يا عم، غلط، لان الارض بتدور حوالين نفسها مره كل 24 ساعه مش مره كل عام. وبكده حبيب قلبي نبقى خلصنا الجزء بتاع النهارده. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه بتاعتنا، وكمان هتلاقي تحت لينك الجروب الواتساب، ادخل عليه هينزل عليه الدروس وينزل عليه كل حاجه، وان شاء الله هنفضل معاكم لحد اخر السنه والسنين اللي جايه كمان. فانت هتلاقي بقى تحت يا عم جروب الواتساب، اشتراك في القناه، اشترك في القناه، هتلاقي كمان اللينك بتاع بيج الفيسبوك برضو، ادخل اعمل لي متابعه عليها. يلا اشوفكم على خير، جود باي.